ورقة واحدة ممكن تدخلك الحبس وورقة تانية لأ. وانت بتقسط بتمضي على أنهي واحدة؟ أول ما تيجي تقسط موبايل أو جهاز هتسمع الجملة الشهيرة: امضي بس على إيصال أمانة أو كمبيالة. تعال ندخل في الجد. إيه الفرق بين إيصال الأمانة والكمبيالة؟ أولاً، إيصال الأمانة دي أخطر ورقة ممكن تمضيها. ليه؟ لأنها ممكن تتحول لقضية جنح التبديد وعقوبتها الحبس. في القانون كأنك استلمت فلوس وما وصلتهاش لصاحبها، وده اسمه خيانة أمانة. تاني حاجة، الكمبيالة دي ورقة قانونية بس مدنية، يعني لو ما دفعتش الشركة ترفع قضية عشان فلوسها مش عشان تحبسك. دلوقتي أهم 3 غلطات قاتلة. أول حاجة، تمضي على بياض سبت المبلغ فاضي، يبقى سلمت نفسك لأي رقم يتكتب. تاني حاجة، تمضي إيصالات كتير، كل شهر إيصال، كده بتزود المخاطر عليك. تالت حاجة، توقيعك مش واضح، لازم تمضي قدامهم وبنفس توقيع البطاقة وبقلمك. نصيحة مهمة جدا، لو قدامك اختيار اختار الكمبيالة فوراً. قول لي بصراحة، عمرك مضيت ورق وانت قلقان؟ لو انتوا على يوتيوب ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو على تيك توك ما تنسوش فولو وريبوست، ولو على فيسبوك لايك وفولو. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.